خوت، السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما خصكم حتى خير. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا في واحد الموضوع مهم جدا تتعلق بالاجراءات ديال اللوفي، لا فيزيت ميديكال، الامتحان ديال اللوفي وكيفاش كدوز هاد الامور هادي كلها ان شاء الله. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا الخوت، ما تنساوناش من الدعم ديالكم. الى اول مره تشوف القناه ما تنساش تشترك وتفعل الجرس باش يوصلك ديما الجديد خويا اختي. وما تنساش تدعمنا بواحد اللايك وتخلي لنا كومونتير زوين. الناس اللي عندهم شي تساؤل مرحبا بهم في التعاليق. فكما ذكرت لكم اليوم ان شاء الله الخوت غادي نتكلموا في هذا الموضوع ديال الاجراءات مع لوفي. قبل من لوفي كاينه واحد الخطوه واللي ضروريه ومهمه، هي تفاليدي الفيزا ديالك. باش تفاليدي الفيزا ديالك سبقنا وتكلمنا في هذا الموضوع هذا، كاينش فيه شي صعوبات في الفيديوهات السابقه. غادي نعاودوا نوضحوا الامور يعني بالزربه. باش تفاليدي الفيزا ديالك خويا اختي، دخل لجوجل كتب غير جو فاليدي مون تيتر دو سيجور ولا جو فاليدي مون فيزا، هما غادي يدخلوك ديريكت للسيت الاولاني تيطلع لك في جوجل. كليكي تيطلبوا منك المعلومات اللي تيطلبوا منك ماشي شي حاجه اللي ما كايناش، السميه ديالك، الكنيه، التاريخ، الرقم ديال الباسبور ديالك، الفيزا، يعني معلومات على الطرف اللي الزوج ديالك ولا الزوجه ديالك الفرنسيه. يعني ما كاينش شي حاجه اللي ماشي هي ديك. الدري ديال الابتدائي قاد هاد الامور هادي. من بعد ملي تعمر هاد المعلومات هادي توصل للخطوه تاع انك تخلص واحد التمبر ديال 50 اورو. تخلص هذاك التمبر، فتتخلصو تيصيفطوا لك وثيقه بانك الفيزا ديالك راه فاليدي، الامور ديالك راه ريكل. هادي الخطوه الاولى. وديك الورقه اللي تيصيفطوا لك ضروري تامبريميها، تخليها معاك ديما في الباسبور، لا تكون هذيك هي التكميله تاع الفيزا ديالك اولا تيتر دو سيجور. الفيزا ديالك نتايا فيها عام تتسمى تيتر دو سيجور، هذيك هي التكميله ديالته. في الاول كانت تتسنى حتى تدوز لوفي، عاد تعطيك واحد لافينيت. لا دابا الامور تقادت شي شويه. المهم تفاليدي الفيزا ديالك تولي الامور ديالك قانونيه يعني من الاول. من بعد تجي الخطوه ديال انك تكونتاكتي الويفي تكونتاكتي لوفي. لوفي ماشي باغ مايل ولا تليفون ولا شي حاجه بحال هكا، تتصيفط لهم باغ فوا بوستال. شنو تيطلبوا منك؟ ما كاينش شي حاجه كي قلت لك تايلي اكستراوردينير. فوتوكوبي ديال الباسبور ديالك، الفيزا والوثيقه اللي يعني باش فاليديتي الفيزا ديالك. هادشي هذا كله هو تديرو في لونفلوب، تشوف لادريسا، يعني تدخل باش تلقى لادريس. الناس اللي غادي يقولوا لي كيفاش نتواصلوا معاهم، تدخل لجوجل غتكتب لوفي، يطلعوا عليك السيت، دخل قول لهم بغيت يعني نرسل واحد لونفلوب ديالي داكشي. شوف تدخل للسيت كلشي واضح وبين. تدير الكود بوستال اللي ساكن فيه نتايا 92 ولا 94، المهم على حساب البلاصه اللي فيها نتايا تيطلعوا لك المكتب اللي قريب لك. تدير لادريسه اللي عاطينك تمايا وتتصيفط لهم هذاك لونفلوب. من بعد هما من تيتوصلوا هذاك لونفلوب تيصيفطوا لك تيقول لك باللي راه توصلنا بالملف ديالك. الا كانت خاصك شي ورقه بحال مثلا ما درتيش الفوتوكوبي ولا شي حاجه من هذوك الورق اللي تيطلبوا لك، شوف هو اصلا قليل فين غادي فين ينسى شي واحد شي ورقه بحال هكا الا كان يعني كاسود. المهم الباسبور ديالك، فوتوكوبي الفيزا، ما كاينش شي حاجه اللي معقده. تصيفط لهم هذاك الشيء تيصيفطوا لك باللي راه توصلوا بالامور كلشي هو هذاك، وغادي يرجعوا غادي يعاودوا يتواصلوا معك باش يعطيوك الموعد الاول. تيكونوا 4 ديال المقابلات مع لوفي. المقابله الاولى هذه هي اللي مهمه. المقابلات كلها هما مهمين، ولكن هذه هي اللي مهمه كاع في هذاك الشيء كله. الناس اللي غادي تقول لك واش ماشي مشكله ما دوزتش لوفي ولا لا ما مشيتش ولا شي حاجه، لوفي اوبليغاتوار. ما دوزتيش هاد الامور هادي ما غاديش يعطيوك، يعني ما غاديش تقدر تطلب اول بطاقه الاقامه لك هنا في الدوله الفرنسيه. هذا موضوع اخر غادي نطرقوا فيه ان شاء الله، غادي نطرقوا ليه ان شاء الله في فيديوهات قادمه. فمن بعد تدوز واحد الشهرين حتى 3 شهور. هما تيقول لك هاد الاجراءات اللي تنقول لك انا دابا عندك 3 شهور الاولانيه الدخول ديالك باش دخلتي للتراب الفرنسي خصك ديرها انت اخويا. ما تسناش انت تيقول لك بقات لك 3 شهور ولا شهر ولا شي حاجه. ان فوا توصل ما عندكش الوقت اللي تضيع، وقتك مازال خاوي هنايا. دات الامور ديالك تواصل معاهم قبل من هذيك 3 شهور نتايا وسوي الوضعيه ديالك. اذا كي قلت لك من بعد تدوز واحد الشهرين تقريبا تيعاودوا يصيفطوا لك ولا تتبقى لك واحد الاسبوع المقابلات ديالك. تتوصل بواحد لونفلوب فيه بانك عندك الرونديفو الاولاني
النهار الفلاني وسير في الوقت، لما مشيتيش في الوقت عشيري ضربك تران، سير في الوقت. هذه هي اهم حاجه انا في الدار الفرنسيه، تكون يعني في الوقت. الوقت هو الوقت، ماشي خلينا من المغرب نمشي حتى ل 10 وربع ونقول لهم لا انايا فاتك الوقت عشيري، خصوصا بحال هاد الاجراءات هادو ما يعقلوش عليه. الوقت هو الوقت، قال لك 10 45 9 45 تكون انت ديجا واجد كاين تما حاضر، ما تسناش انت حتى الوقيته بوقيته. قلت لك تعطوك يعني الوقيته، البلاصه، تيصيفطوا لك لادريس فين غادي تمشي. وبالنسبه للوراق راه ما تيقولوش لك جيب معاك شي حاجه، فقط الباسبور ديالك اللي هو التعريف. هناك التعريف ديالك هنا في الديار الفرنسيه. بالنسبه للناس اللي ما تعرفوش الطريق، شوف واخا ديتي معاك كاع شي واحد ما غاديش يخليوه يدخل، غادي يبقى تيتسناك اما في قاعه الانتظار ولا يمشي لشي قهوه ولا شي حاجه بحال هكا يقعد فيها حتى تسالي. لا جورني الاولى تتكون واحد نص جورني، يعني دير بحساب هذاك الصباح تقريبا من 8 الصباح من تفيق حتى ديك الجوج صافي تتصالي لا جورني. الجورني الاولى شنو تيكون فيها؟ تتمشي امتحان. خواتاتي الامتحان راه ساهل ماهل، ما كاينش فيه شي اشكال نهائيا. الدري ديال الابتدائي كي تنقول ديما يجاوب على هذوك الاسئله، يعني بلا ما تخلع بلا ما تستريسا بلا ما تمشي كاع الطاوله ونخلوها اسئله عادي. ماشي عباد الله تيقول لك تعطيو كلشي قدامك، يعني كلشي قدامك، ما كاينش انت بغيتي تفكر تجيب الجواب من هنا ولا من كلشي قدامك محطوط في الورقه. كلشي هو هذاك، هاد الطريق بغيتي تمشي ليها اش خصك، عاصم في الطوبيس كذا كذا، وكتبين لك في الورقه. يعني الامور كلها هي واضحه. الاسئله اللي تيسولوك راه شوف الروض اخويا لا ما عرفتيش تجاوب عليهم غير السموحات وصافي. الروض ابتدائي داكشي فريمون عادي، يعني ما كاينش فيه شي صعوبات نهائيا. فالاسئله سهله. الاسئله كي قلت لكم يسولوكم سميتو تكون واحد ليكسبريسيون ايكري، تيقول لك بحال مثلا تعطيك واحد الصوره وتقول لك عبر لي على هذه الصوره شنو اللي فيها، ولا تيقول لك بحال مثلا بغيتي تطلب للباترون ديالك كونجي، كتب لنا كيفاش بغيتي تتواصل معاهم. هما الهدف عندهم هما يشوفوا الطريقه ديال التواصل ديالك، واش تعرف توصل شي شويه، لانه تيكون له باش تسمى عندك ديبلوم A1. يعني A1 تيسميوه يعني النيفو الاولاني، يعني تضعف تقدم راسك سميتك نيتك، يعني نيفو طايح كما تنقولوا. المهم تكون عندك تكون تعرف تفهم، تكون عندك واحد لاباز في عقلك. داكشي علاش دايرين هما هاد الامتحانات. الاسئله عاديه، ليكسبريسيون اكريت عاديه، يعني ما كاينش شي اشكال نهائيا. حتى سميتو داك الامتحان الاخر تيكون اوغال مع هذاك مع من تسالي لك سميتو لي كيسيون الاسئله الشفوي الكتابي كي تنقولوا. تتمشي تدوز واحد الشفوي، يعني خداك شي خفيف ظريف، تتمشي تقعد مع بنادم في البيرو تيسولك سميتك نيتك سميت باك شنو، يعني شوف داكشي عادي. وماشي تيقعد معاك تيبقى تيشوف فيك هكا، وانت تقعد تعمر هو الطق تعمر الكونطرا ديالك، يعني باش يصاوب لك الامور ديالك. في الاخر ملي تتسالي معاه ويعني تتسالي الاسئله والشفوي تيفاليدي لك بلي راك الامور ديالك ناضيه. الا كنتي شويه ضعيف في اللغه الفرنسيه فراه تعطيوك السوايع، والمشكل ديال السوايع غادي نتكلموا عليه يعني في فيديو اخر. ملي تتسالي الامور ديالك تيفاليدي، تعطيك واحد الكونطرا تسيني عليها بانك تحترم يعني جميع القوانين في فرنسا، يعني ما تهرس ما تدقدق القانون كلشي احترام، فهمتي قانون، يعني بانك على علم بهادشي هذا كله هو اللي وقع في الدوله الفرنسيه. تحترم اي حاجه، تحترم الدوله، تحترم القانون، تحترم كلشي. هادشي تيكون في هاد الكونطرا تتسيني عليها، من بعد تعطيوك رونديفو تمشي تدوز يا ربي تهبطوك باش تمشي دوز لا فيزيت ميديكال. لا فيزيت ميديكال تتكونش فيها حتى شي حاجه صعيبه. بعض الناس تيقول لك الا كانت فيك شي مرض ما تقولوش لهم. لا صديقي، كان فيك شي مرض من الاحسن تقول لهم. كان عندك شي مشكل في الصحه ديالك من الاحسن تقول لهم، لانهم هما ما غاديش يقول لك لا رجع في حالاتك ولا شي حاجه بحال ما كان. لا، تيرشدوك تيصيفطوك، يقدروا يصيفطوك عند الطبيب باش انك تشوف هذاك الشيء اللي عندك واش عادي ولا ماشي عادي، باش تكون الامور ديالك مضبوطه. كنتي تحس بشي حاجه، كنتي عارف راسك فيك شي مرض شي حاجه، تقولها لهم باش هما تيصيفطوك تداوى عشيري، ماشي يجي يقول لك لا اخو انت فيك هذا المرض رجع في حالتك. المهم هكا تدوز لا فيزيت ميديكال، تجدوا لك يعني رونديفو على الصدر، على العينين، على الودنين، السنان. الا كانت خاصك شي حاجه ولا داكشي الا فيك شي حاجه، هما كانوا خاصك لي فاكسان ميم تيصيفطوك هما تيقول لك سير. كلشي تديرو فابور، تمشي تدوز يعني الامور ديالك عند الطبيب، تيصيفطوك عند الطبيب. المهم الطبيب تيعطيك لوردونونس بانك راه محتاج لهادي، وتيصيفطوك
يعني فكي قلت لكم الخوت اللي فيه شي مرض او لا عنده شي مشكل في سنانه ولا في عينيه ولا يعني اي حاجه فيك، من الاحسن تقولها لهم. كنتي تتبع شي دواء من الاحسن تقولها لهم، يعني اي حاجه عندك شي مشكل فيها تتقولها لهم. هكا تدوز لا فيزيت ميديكالز، تيجيو لك قلت لك براك على الصدر تيشوفوا التنفس ديالك، براك على يعني تيشوفوا عينيك، تيجيو لك واحد لا فيزيت ميديكال على الذات ديالك، تيشوفوا الا كانت فيك شي حاجه اصلا انت ما عارفهاش تيقولوها لك. اذا هذا هو الامتحان ديال اللوفي. قلت لك توصل عندك الجورني الاولى تدوز الاسئله الكتابي والشفوي اللي اسئله قلت لك الدرجه الابتدائي يجاوب على هذاك الشيء اخوتي. سميتو الشفوي حتى هو كذلك ما فيه شي تحقيقات، ما فيه لا ستريس لا والو، قاعد مع بنادم في البيرو تيسولك تتجاوب تيشوف يعني كيفاش غادي تتحاور معاه، واش عندك يعني واحد ما عندكش مشكل في التحاور مع بنادم. المهم تكون عندك واحد لا باز كي قلنا في اللغه الفرنسيه. من تسال هاد الامور هادي كلها هي تيعطيوك واحد الرونديفو باش تمشي دوز لا جورني الثانيه. هاد لي جورني كلهم اللي تيجيو من بعد تيكونوا تيصيفطوك باش تقرا شويه على التاريخ على فرنسا، يعني التاريخ ديال فرنسا، الامور كي دايره هنايا، تكون عندك واحد الرؤيه على التجاره الفرنسيه هنايا. وهذا الشيء هذا راه مزيان. انت يلاه واصل لواحد البلاد ما عمرك عشتي فيها، ما عرف تشوفوا كنا تنشوفوها بحال مثلا هي في التلفازه وسميتو، تعطيوك واحد الرؤيه عامه على شنو لي سيمبول ديال فرنسا، النشيد، الامور، التاريخ، الملك فلان، الرئيس فلان، هكا. المهم تقرا شويه على التاريخ ديال فرنسا، شويه على القانون من هنا ومن ليه، داكشي ناضي. من الاحسن الخط هاد لي جورني هادو ماشي من الاحسن، ضروري خصك تمشي ليهم، لانه الا ما كانوش هاد ثلاثه ديال الاوراق اللي غادي يعطوك في هاد لي جورني ما غاديش تقدر تطلب اول بطاقه الاقامه لك هنايا، اللي غادي نتكلموا ان شاء الله في هذا الموضوع هذا في فيديوهات قادمه. بريفي ما غاديش يعطيك يعني تيسولوك اصلا واش درتي لوفي، لما كنتيش دير هاد الامور هادي ما غاديش يعطيوك البطاقه الاولى ديالك هنا في التجاره الفرنسيه. قلنا الجورني الاولى تتقرا على التاريخ، تيكونوا بزاف ديال الناس ماشي تكوني بوحدك. تتمشيو النهار كله تقريبا من 9 حتى ل 5، داكشي ناضي كناضي. الماكله هما تعطيوها لكم، قهيوه الا تشرب قهيوه عطيه، المهم اللي محتاجها تيوفرها لك تمايا. تدوز الجورني الاولى هكا. الجورني حتى هي كذلك. الجورني الثالثه تيقول لك واش بغيتي، يعني بحال مثلا نجلسوا معاك نوريوك كيفاش تصاوب السي في، كيفاش تلقى خدمه، كيفاش تقاد الامور ديالك هنايا، ولا تيديوهم لواحد الخرجه في فيرساي باش يشوفوا داك لو شاطو دو فيرساي اللي انا ما مشيتش ليه، ما مشيت ليه ديك الساعه فاش دوزت انا لوفي. كانت الله سالا الكوفيد والامور كانت باقي مخربقه ما داوناش. المهم تتكون خرجه ولا تيقولوا لك زعما تمشي تتعلم شويه هادشي ديال الباتيسري والامور كلها هي، ولا يجلسوا معاك يوريوك كيفاش تصاوب السي في وكيفاش تلقى الخدمه ديالك. ثلاثه ديال لي جورني تيدوزو، ماشي تيكونوا متابعين كل جورني. بحال مثلا عطاوك جورني اليوم في الاول الشهر، الجورني الاخرى ما غادي تكون حتى لاخر الشهر الداخل، يعني تيكونوا مفارقينهم. الشهر الداخل الشهر اللي غادي يدخل بحال مثلا عندك جورني فيه في الاول ديالو تدوزها تقعد داك الشهر، تعطوك ثاني جورني تقريبا في النص تاع الشهر الاخر اولا في الاخر ديالو، وعاود ثاني الجورني الثالثه هكا. يعني تيكونوا مفارقينهم، ماشي سيمانه بين هذا وهذا ولا نهار ولا يومين، تتكون واحد المده تدوز هاد لي جورني. تعطوك الوثائق يعني اللي غادي تحتاجها، وهادشي كله هو اللي تعطوك تديرو تحتفظ عليه، تحطو في واحد البلاصه لانك غادي تحتاجو ضروري. وإلا ما كانش عندك راه ضربك تراه كما قلنا الخوت، حيت غادي تحتاجو باش تطلب بطاقه الاقامه، الكونطرا وهذوك الثلاثه الورقات ديال الجورني اللي تدوز ديال لا فيزيت تاعك. المهم تحتفظ كاع على داكشي، حيت اي حاجه دوزتها تعطيك ورقه كونطرا بانك دوزتي لا فيزيت ميديكال، دوزتي الكتابي، دوزتي الشفوي، الامور ديالك ريغل. هاد الورقات هادو تحتفظ عليهم الخوت لانهم غادي تحتاجهم مني تبغي تطلب بطاقه الاقامه هنا في التجاره الفرنسيه، يعني اول بطاقه الاقامه لك هنا في التجاره الفرنسيه. وغادي نتكلموا على هادشي هذا ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. نتمنى انني نكون وضحت لكم بعض الامور اللي كان خاصكم تعرفها. بزاف ديال الناس ما تيكونوش دايرين في بالهم هذا اللوفي هذا، حتى بحال انا ديك الساعه ما كنتش عارف صراحه، ما نكذبش عليكم ما كنتش عارف، حتى الحمد لله تيجي داكشي هكا. تكون هي داخل بحال هكا في اليوتيوب ناس من تسمع الناس يهضروا على هادشي. فاحنا كما نقول ديما هادشي ما لقيناش حنا ديك الساعه اللي بارطاجيو معنا، اي تجربه دزنا لنا تنبارطاجيوها معكم الخوت. وما ننساش تبارطاجي هذا الفيديو هذا،
وتخلي لنا واحد اللايك وتشترك، ونشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.